ملوك الصلاة زي ما بيقولوا عليه بعض جماهير الزمالك واعلاميين الزمالك، بيخسروا من جديد تاني. يعني خسارة دلوقتي بقت في كرة اليد، وخسارة في كرة الطايرة، وخسارة في كرة التنس، وخسارة في كرة القدم. ايه خسارة تانية؟ مفيش بقى ولا صالات ولا بقى في اي حاجة خالص. الزمالك بيخسر امبارح من الاهلي بنتيجة 27-22 في كرة اليد الرجال. يا جماعة الف مبروك للاهلاوية. طبعا الزمالك خسر خسارة معنوية زي ما بيقول الكابتن خالد الغندور، والاهلي كسب مكسب معنوي زي برضه زي ما بيقول الكابتن خالد الغندور. كابتن خالد الغندور بعد خساره الزمالك من الاهلي امبارح في كره اليد للرجال طالع يقول ان الزمالك خسر خساره معنويه ملهاش لازمه. ليه يا كابتن خالد؟ طيب ايه اللي حصل؟ اصل الزمالك الاهلي يا جماعه عنده برضه لعيبه جامده، بيجيب لعيبه وعنده ملايين وبيجيب لعيبه وبيصرف على لعيبه وعنده مدرب اسباني. ده جايب مدرب اسباني يا عم الحاج، انت تعرف حاجه؟ طب ما يا كابتن خالد ما ممكن انت على فكره تصرف برضه وتجيب لعيبه وتجيب مدرب وممكن تكسب عادي وتبقى المكسب ده مش مكسب معنوي، لا انت ممكن تعفي عليه سنه.